السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سامي محمد في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن جهاز التنفس الصناعي، اختصاره الفنت. جهاز التنفس الصناعي ليه شكلين، يا اما بيتركب على التيوبة اللي هي الأنبوبة الحنجرية، وده عشان أركبها لازم أكون مجهز 5 حاجات. أول حاجة اللي هي التيوبة اللي هي الأنبوبة الحنجرية ولها مقاسات، تاني حاجة اللي هو المنظار الحنجري، تالت حاجة اللي هو الشاش، رابع حاجة الأنبو باج، خامس حاجة سرنجة 5 سنتي عشان أثبت بيها التيوبة. تاني طريقة بتركب بيها جهاز الفنت اللي هو ماسك السباب. وجهاز الفنت بيتركب من 3 حاجات: تيوبة الفنت والفلتر البكتيري والسنسور. طب بنركبه في حالات ايه؟ بنركبه لما الاكسجين يقل عن 70، وبنحدده برضو من الاي بي جي. بنركبه في حالات التخدير، حالات فشل التنفس، حالات الارست، حالات الكوما، حالات الشوك، حالات الاوبستراكتد بريسنج. طبعا الدكتور هو اللي بيظبطه، التمريض ليه البيب عشان ينقصها من السي في بي ويكون عارف المعدل الطبيعي بتاع كل مود فيه. مش بنركب التيوبة في حالات الكانسر حتى لو الحالة الريست. ده يعتبر نبذة عن جهاز التنفس الصناعي، هنشرحه بالتفاصيل في الفيديوهات اللي جاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، تسيب لنا رأيك في كومنت.